السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بونجور يا كيوتا. اليوم بدنا نعمل رز ريزو تبع الكي اف سي وتندر وسلطة كول سلو ونشوي ستيك. يلا، هاي الخلطة بدها تضل معنا لآخر الفيديو يا بنات. ركزوا معي. معلقة عسل أبيض ومعلقة عسل أسود، أوكي، و3 معالق معجون بندورة صلصة و3 معالق كاتشب. تاني، معلقة عسل أبيض، معلقة عسل أسود، 3 معالق صلصة معجون بندورة، 3 معالق كاتشب. أوكي. إذا ما في عسل بتقدر تحط سكر وصويا صوص، وكمان مع هدول بتقدر تضيفي صويا صوص. هيني حطيت صويا صوص شوي. أوكي. بنحرك هاي المكونات كتير منيح. بتقدري كمان تحطي الصوص الباربيكيو شوية. أوكي. هذا الخليط خليط الرز، وكمان هناخد منه على التندر. هون معنا صدور دجاج مخلية من العظم ومنظفة، وبنقطعها شرايح بهذا الشكل. هيك بنقطعها أصابع بهذا الشكل. أوكي. هاي صدور الدجاج مسحب، بنقطعها أصابع بهذا الشكل. عن جد يا بنات راح تدعولي، خلطة بتجنن، وصفة بتجنن، نفسه أحسن منه بكتير كمان، وانتوا هتشوفوا وتحكموا. جربوها، بس لازم تجربوها. هون جبنا الطنجرة، حطينا معلقة واحدة سكر، معلقة سكر. أوكي. بالطنجرة بهذا الشكل. بنخليها لما تتكرمل، بس نو تتحرق، تتكرمل، تصير تعطيك اللون الجول نفس هذا اللي في الشكل. بنحط معلقتين زيت، مكعب زبدة، معلقة زبدة يعني. مش تروحوا تحطوا لي كل المكعب وتحكوا لي الوصفة هاي وصفتك يا روبي. نو. معلقة زبدة، معلقتين زيت. شايفين السكر مع الزيت تكرمل بهذا الشكل. هون بنضيف البصل، بصلة مفرومة ناعم. اوكي. هون عقبال ما البصل يتحمر شوي، بنجيب بولتين، بنحط 3-4 معالق فيجيتار او كرشلة، كيف ما بتسموها، و3 معالق 4 معالق طحين. اوكي. حسب الكمية اللي انت عملتيها يعني. بنحط هون طحين وكرشلة او فيجيتار، وكمان هون طحين وفيجيتار. اوكي. في واحد بنضيف مي، يا بنات. تمام. بناخد شوية من الخلطة بنضيفهم على صدور الدجاج بهذا الشكل، شوي صغيرين. اوكي. هون معنا البهارات هاي، ملح، فلفل ابيض او اسود، زنجبيل مطحون، 7 بهارات، كاري، كركم، فلفل، بس طبعا اشياء بسيطة. شو اسمه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ركنا فيه ضروري كمان توم باودر، بصل باودر. اوكي. ماجي. هاي هاي كل بهاراتنا يا بنات. اوكي. الاساسي شايفينها، بابريكا مدخنة، فلفل اسود، ماجي، 7 بهارات، بصل مطحون، زنجبيل مطحون. شايفين كله باودر، بصل باودر، توم باودر، آه فلفل اسود، زنجبيل باودر، بابريكا مدخنة، 7 بهارات. هاي كل بنضيف شوية على الصوص هذا، على الدريسنج هذا، الصوص هذا بنضيف منه على الرز شوي، وبنضيف على الدجاج معلقة. اوكي. هي البهارات هاي راح نشتغل بها لاخر الوصفة. حطينا شوية من البهارات على الصوص هذا. اوكي. وشوية من البهارات راح اضيفها على الخليط تبع الطحين. اوكي. وباقي البهارات شايفين، وباقي البهارات راح احطها على الرز. انت بتقسمي بهاراتك. اوكي. بتضيفي من كل اشي معلقة.
هيك. وبعدين بتقسمي هون شوي هون شوي هون شوي. ها، حطينا على الخليط هذا نفسه على الخليط التاني من نفس البهارات اللي حكيناها هلا كلياتهم: توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنة، فلفل، كركم، ماجي، 7 بهارات، زنجبيل. بنضيف هون شوي هون شوي. اوكي. خليط. وشطة طبعا، بدك تحط شطة عشان يطلع حار. هون البصل شايفين اتكرمل معنا، حطينا شوية من القطع دجاج مكعبات. اوكي، مشان يكون مع رز ايوه هيك بنشوحهم شوي. بنحط ملح. وشايفين نفس المكونات حطيت هون شوي، هي المكونات نفسها يا بنات. بس انا قسمت البهارات على ثلاث مراحل. عرفتوا كيف؟ انا كمان حطيت في توم باودر وبصل باودر، بس كمان رديت ضفت شوية توم مع الرز هيك. ها، حطينا من الصوص اللي عملناه. حكيت لكم راح يمشي معنا باقي الوصفة. يعني اظن كل شي واضح، واضح جدا. شوحنا الرز بالبصل بالبهارات بالصوص بهذا الشكل. بنضيف مية الدجاج يستوي، سوري الدجاج، بنضيف مية الدجاج يستوي تماما. بعدين بنضيف الرز. اوكي. هون الخليط معنا، والخليط التاني نفس الشي، بس واحد راح نحط عليه مية بيكون مكون سائل والتاني جاف. اوكي. ضفنا عليه عملنا مساج طبعا. حطينا معلقة صلصة على أصابع الدجاج وعملنا لها مساج وحطيناها بالخليط هذا. خليناها شوية السائل. بعدين هون بنحطها بالخليط الجاف وعلى القلي خلص على الزيت. قد ما بدك اتركيها بالخليط السائل. اتس اوكي قد ما بدك. اصلا كل ما تركتيها، يعني لو خليتيها 5 6 ساعات 10 ساعات فهو افضل. بعدين بنحطها على الخليط الجاف مباشرة خلاص على الزيت، عشان ما تعجن معك هيك. يا بنات التركة هاي مهمة جدا. الزيت يكون ساخن مشان الكفر ما يقع منك. اوكي. الزيت يكون ساخن مشان الكفر ما يقع منك. ومجرد ما تحطي الدجاج او لحمة او اي شيء بتسويه، بعدين بتهدي النار مشان تستوي، يبقى في كفر وفي نفس الوقت كمان مستوية. لكن لو ضلت عالية طول الوقت راح ينحرق. اوكي. ولو الزيت مش مغلي منيح وحطيت الكفر هيقع. فواضح المعلومة. في الاول الزيت حامي، بعدين هدي. لما تستوي شيلي وحط الوجبة اللي بعديها. هون معنا ستيك، فانا حبيت اعمله بهاي الطريقة. شويته هيك في الجريل. بس يسخن الجريل كتير، يسخن معك. ما بتضيف ولا شيء، بتحطي فيها اللحم. اذا حابة بتزيدي معلقة زبدة وعود روزماري. اوكي. خلاص عقبال ما هذا يستوي الرز او الستيك نكون عملنا سلطة الكولسلو. اوكي. كمان هاي لو عملتها من قبل بوقت فهو افضل، بس انا ما كان عندي وقت هاي المرة فعملتها مباشرة. بس سبحان الله والله طلعت مرة طيبة. عملنا الملفوف بهذا الشكل شرايح. بعدين هلا بنعمل الدريسنج. لبن اللي هو الزبادي، مايونيز، ملح، خل، فلفل أسود أو أبيض لو متاح. بتحطي معلقتين سكر. هذا الدريسنج جاهز معنا. هون حطينا جزر مبشور والملفوف مقطع شرايح. اوكي. بنضيف عليها الدريسنج بهذا الشكل. بيت شاهي، لبن، مايونيز، خل، ملح، سكر. شايفين بنزين بهذا الشكل. كمان هون فيك تحطي خردل مستردة، ممكن تحطي معلقة. شايفين هيك استوى معنا طلع بهذا الشكل بالشاي. شايفين كيف يا بنات؟
شايفين كيف لونه ابيض وبشاهي اشقر، ومن برا ذهبي وبقرمش، والكفر عالي جدا، يعني الكاميرا ظلماء على فكرة. هون حطينا صبينا الرز، هذا سكبنا الرز ريزو وهو جواته قطع الدجاج اوكي اوريدي. بس انا من هون قطعت كمان التندر، قطعت شوية تندر وحطيتهم على الرز من فوق، مشان يكون نفس تبع كي اف سي وأزكى كمان. ومن فوق هيك حطينا كاتشب ورانش واي شي بتحبيه، مايونيز بتحطيه. هاي الكولسلو الشكل النهائي. وانا عملنا فيمتو مع 7 والستيك كمان هذا بالشكل النهائي. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم، اعملوا لايك والشير مشان يوصل للغير. كنتم مع روبي محمد، باي.